بصوا حبايبي بقى المكونات هنا بتاعه الوافل. معايا هنا بيضه صغيره كمان مش كبيره، بيضه بلدي، وحطيت لها بس كيس فانيليا وضربتها بالمضرب اللي هو اليدوي ده عادي. وعايزه اقول لكم هنا بقى هنا معلقه زبده او معلقه سمنه كبيره على معلقتين زيت، ماشي. وهنا الدقيق دوت من غير ما من غير مقدار، عشان هقول لكم اللي عايزه القوام هظبطه بايه. ماشي. هنا اللبن ده لبن على ميه اهو، حوالي نص كوبايه لبن على ميه. انا حاطه الميه عشان يديني قرمشه، وحاطه هنا الزيت عشان برضك يديني قرمشه، والسمن او الزبده عشان يديك الطعم. وهنا الدقيق ده ما ضفتلوش اي حاجه، هضيف له لسه اهوت حبه بيكنج باودر، يعني قولي نص معلقه صغيره كده عشان اعمل كميه صغيره، وذره ملح صغيرين. ماشي. كله هضربه بقى بالمضرب ده كهربا، بس انا استخدمته بايدي كده، مش كميه مش كبيره. ماشي. وعايزه اقول لكم كمان اللهم صل على النبي، انا ضفت هنا كمان، ضفت معلقه سكر كبيره، سكر بودر. ماشي. لو عندك سكر سنترفيش اضربيه في الخلاط. ماشي. بصوا حبايبي القوام ده كده، القوام ده سميك، انا مش عايزه القوام ده، انا عايزه قوام زي شبيه الكيك كده. ماشي. فانا حطيت حبه ميه اهوت في الكوبايه برضك، وهنزل بيهم تدريجيا، مش هنزل بيهم كلهم مره واحده، لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه. ماشي. بصوا حبايبي بقى القوام كده اتظبط معايا، انا ما حطيتش على فكره الميه كلها. ماشي. بصوا القوام اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، بصوا ولا خفيف ولا تقيل اهو. ماشي. بقى نقطه ميه صغيره اهي مش كتير. وانا غاسله الاداه بتاعت الوافل اهيت، وسايباها تتصفى كويس، وهنشفها بردك بمنديل ولا حاجه. ماشي. ولما نيجي بقى نعملها ان شاء الله نوريها لكم يا جماعه. نشوف الوافل بقى كده اهوت في الجهاز اهوت. بسم الله ما شاء الله، بصوا لونه جميل ازاي. على فكره ما ضفتلوش حاجه الا حبه فانيليا تاني بس، عشان ريحه الفانيليا اللي انا كنت حطاها مش قوي. ماشي. يعني يفضل يكون نوع الفانيليا يكون كويس. بصوا عايزه اقول لكم الجهاز دوت لو انتوا عايزين نعمل لكم عليه ريفيو ابقى اعمله لكم ان شاء الله. بس لسه سخن هنا الوش والظهر. ماشي. هنسيبها بقى تبرد كده عشان تقرمش، وهنزوقها ونوريها لكم بقى في الاخر. حبايبي الوافل اهو بعد ما خلاص خلصناه، هو هيعمل معاكم حوالي يعني أربعة وحتة كده يعني. ماشي. هما التلاتة دول اهمت، وفي واحدة كلناها، وفي واحدة في المكنة لسه. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. هو هيطلع معاكم طري، بس سيبوه شوية كده في الهواء عشان ينشف معاكم شوية. ماشي. هو بيبقى مقرمش من بره وطري من جوه.